السلام عليكم. ما تيجي النهارده نعمل الكبده دي وجنبها عيش بلدي وسلطه طحينه وتبقى قمر. يلا نقول بسم الله نشوف هنعمل ايه. انا حطيت زيت والحقيقه هي تبقى تحفه بالله، بس هي كانت خلصت عندي. وفي حاجه كمان يا جماعه، انا بحب اعمل الكبده بالبصل، فانت لو ما بتحبيهوش ممكن تستبعدي. انا عندي حبه بصل كده مكعبات، هقلبها تقلبتين بس كده، وهنزل بمعلقه كبيره من التوم، والكبده بتحب التوم اكيد يعني. بس انا مش هحمر التوم يا جماعه، انا هخلي ريحته بس تطلع كده وانزل على طول بالكبده. والكبده ما بتحبش تقليب كتير فيها، يعني تشمع من ناحيه هقلب على الناحيه التانية. ولازم تعمليها في حاجه واسعه كده عشان ايه، تاخد راحتها وما تنزلش ميتها، لان لو نزلت ميتها من الاول كده هتشد معاكي وهيبقى مش هتستوي اصلا، يعني مش هتبقى حلوه. بص اهي خلاص كده ما نزلتش مني ولا نقطة مية. هنزل بقى ايه، عندي فلفل سبايسي وفلفل مرومي مقطعاه هنزل بيه. والكبدة بتقعد على البوتاجاز هي من دقيقة لدقيقة ونص، مش اكتر من كده. اوعي تزودي اكتر من كده مش هتبقى حلوة. عندي ملح وفلفل اسود وكمون، وهقلل الفلفل الاسود خالص، وهي دي بهارات الكبدة. وما تزوديش في اي حاجة تاني، بلاش افتكاسات كتير. بس هي كده. بص ايه اللي هينزل ميه منه دلوقتي بقى، ايه هو الخضار. يعني الناس الخضار لما استوى هي دقيقة ونص يا بنات. بس انا كده طفيت. هحط ايه هنا بقى، ايه، عصير ليمونة ومعلقة خل، وبيديها طعم تحفة. عندي كمان ايه، انا مولعة فحم وحطاه في مصفى كده، وهقوم ايه حطاه هطفيه هنا في قلبيها واغطي عليها. انا هطفي الفحم كده وهقوم اغطي عليها وبس يا اختي، وكلي احلى كبدة. بس خلاص خلصنا. سلام.